قال فقيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا فقيه عظيم صاحب موسوعة عظيمة، موسوعة الحدائق الناظرة في فقه العترة الطاهرة صلوات الله عليه، موسوعة فقهية جليلة عظيمة معروفة عند العلماء، غنية عن التعريف، وصاحبها غني عن التعريف. يقال له هكذا أنتم إذا تلاحظون دائما يتكلمون عنه هكذا في يعني مجالس الحوزة، في الكتب الدرسية الحوزة، يقولون صاحب الحدائق، صاحب الحدائق، مثل صاحب الرياض، صاحب الفرائد إلى آخره. يقولون صاحب شنو؟ صاحب الحدائق، مثل صاحب الكفاية هالشكل. فقيه عظيم، إخباري والمسلك، كان إخباري والمسلك. على أي حال، الشيخ يوسف ابن أحمد آل عصفور البحراني رضوان الله تعالى عليه، من أولئك العلماء البحارنة. طبعا كان هو في العراق هو، بس المهم من أولئك العلماء البحارنة الرافضة الأبرار، مو هالأيام اللي طالعين اللي جرفوا معهم شعب البحرين الرافض الأصيل ودوه إلى مكان لا إله إلا الله. يعني الواحد حقيقة يكاد يبكي دما على هذا اللي يصير، أنه في الوقت الذي كان البحارنة في تاريخهم الذهبي المشرق في طليعة العالم الرافضي، طبعا البحارنة بالمفهوم الأوسع، يعني البحرين الكبرى، البحرين الكبرى كانوا هم في طليعة العالم الرافضي، حفظوا التشيع ومبدأ الرفض للظالمين ومناوئي أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. آخر حالهم يصيرون بتريين في هذا الزمان الأغبر، آخر حالهم يروحون يقلدون فضل الله وخامنئي. يعني معقول هذا؟ ماذا أصاب شعب البحرين؟ ارتد عن أصوله الرافضية. ماذا أصابكم؟ من سحركم؟ من أمرضكم؟ من عبث في عقولكم؟ من خدعكم؟ كيف هكذا في غفلة من الزمن تروحون إلى تلك الاتجاهات المنحرفة التي كان أسلافكم يجاهدونها ويحاربونها ويقضون عليها؟ شلون صار هكذا؟ عجيب. للعلم ترى تاريخيا أنا قلت لك سابقا أنه هاتين الفئتين كانت يعني أطهر الفئات الشيعية، البحرين وجبل عامل، الأطهر الأنقى، لأنه العراقيين كان في أوساطهم مجموعة هم بتريين هم زيديين، كان أكو اختلاط، حنابلة مثلا، عرفت شلون؟ فكان يصير بعض التسربات شوية، تسربات فكرية تأتي من هنا إلى هناك تلوث شوية. الإيرانيين أصلا فتحوا عيونهم على الإسلام العمري والبكري، نواصب صاروا 1000 سنة نواصب، 1000 سنة، شايف شلون؟ فطبيعي هم يصير هنالك بعض التسربات. وبعدين دخلت الفلسفة الهندية عليهم من صوب، الفلسفة اليونانية عليهم من صوب، دخلت قضية التصوف عليهم من صوب، شايف شلون؟ الطرق المولوي وما مولوي دخل عنه، فهم صار نوع من ماذا؟ التلوث صار عندهم. أما البحارنة بشكل عام وإجمالي، يعني الحاضرة العلمية الشيعية البحرانية والحاضرة العلمية الشيعية اللبنانية، خلينا نقول العاملية، فكانت محصنة إجمالا، صار عندهم تحفظ أكثر، نقاء، كان عندهم نقاء. الآن في زماننا انعكست الآيات، سبحان الله، شيء غريب، تلوث صار بشكل عجيب في هاتين الحاضرتين، بشكل غريب وعجيب، تتعجب بالفعل، تتعجب. يعني تاريخ ما قبل 60-70 سنة شيء في اتجاه، وتاريخ ما بعد ذلك في اتجاه، وأسوأ الأمور لما دخلت هاي الخطوط السياسية والحزبية مع الخط الديني، فلوثت وأفسدت. يعني هاي قول أنت مثلا هال 30-40 سنة اللي مضت،
بهذلة، بلية عظيمة صارت بمعنى الكلمة. ارتداد عن الأفكار الشيعية الأصيلة، العقيدة تغيرت، الأحكام تغيرت، شيء غريب يعني، تتعجب، بالفعل تتعجب.